هنتكلم عن نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات على استاد محمد بن زايد. قبل أي حاجة معلم، ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترزع اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة. اللايك والاشتراك ما بيكلفكش حاجة، فما تبخلش عليا بالاتنين. بعد نهاية مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي التي انتهت بفوز زعيم القارة 2-1 على سيراميكا، يصعد النادي الأهلي للنهائي. أيضا بعد فوز نادي الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح، يصعد في مواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات على استاد محمد بن زايد. المباراة هتكون بكرة الساعة 5:30، هتذاع على قناة اون تايم سبورت 1 وعلى قناة أبو ظبي الرياضية 1. هنتكلم في أول نقطة وهي إحصائيات الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري. تواجه النادي الأهلي مع نادي الزمالك في بطولة السوبر المصري 9 مرات. حسم الأهلي الفوز في 7 مباريات، منهم 3 مباريات بركلات الترجيح، بينما فاز الزمالك في نسختين كلاهما عبر ركلات الترجيح. طبعا الأهلي فاز في آخر نسخة من كأس السوبر المصري على حساب الزمالك العام الماضي بركلات الترجيح، وانتهت المباراة بحصول النادي الأهلي على بطولة السوبر المصري. أيضا حصل نادي الزمالك على آخر بطولة من السوبر المصري في عام 2019 على حساب النادي الأهلي، وفاز المباراة بركلات الترجيح. هنتكلم عن نقاط قوة وضعف نادي الزمالك. نادي الزمالك بيلعب الفترة الأخيرة زي ما اتفرجنا على مباراة بيراميدز بيلعب بتحفظ شديد، بيكون في تكتل دفاعي وبيلعب على المرتدات. يعني حضرتك لو سبت مساحات وراك هتلاقي الزمالك لدعك في الجول. إذا نادي الزمالك بيلعب على المرتدات وتكتل دفاعي، فلازم نخلي بالنا من النقطة ديت، والدفاع بتاعنا يكون في كامل تركيزه. أيضا كلمة السر في نادي الزمالك وخطورة نادي الزمالك في ناصر ماهر وتمريرات عبد الله السعيد السحرية. أي تمريرة من عبد الله السعيد تحطك قدام الجول. إذا خطورة نادي الزمالك بيلعبوا على المرتدات، وخطورتهم في ناصر ماهر وعبد الله السعيد. نقاط الضعف وهي إصابة بزيرة في مباراة طلائع الجيش في الدوري المصري. أيضا الإجهاد المبكر بسبب كبر السن لبعض لاعبين الزمالك. هنا مباراة الزمالك والأهلي في نهائي السوبر المصري على استاد محمد بن زايد، إن شاء الله بإذن الله الفوز يكون من حليف النادي الأهلي والبطولة تكون في دولاب زعيم القارة. قولوا لنا توقعاتكم لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر. الأهلي هيفوز كام؟ أو توقعاتكم لمباراة بكرة هتكون كام؟ أنا توقعاتي للمباراة فوز الأهلي 2-0 بإذن الله، وإن الأهلي يحصد البطولة 16 بإذن رب العباد. بس كده يا معلم، ده كان نهاية معلوماتي. ولأول مرة تتفرج عليا ما تنساش اللايك والاشتراك، واستناني في فيديوهات جديدة. سلام.